منصة الماهر، يحق لك أن ترتقي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله نبدأ. طلاب العلمي، دائما عندي علماء في طلاب العلمي. راح نبلش أنا وياكم اليوم بأولى دروس الرياضيات. طبعا أنا لما بحكي رياضيات بحكي عن المتعة والجمال، بحكي عن أجمل مادة في التوجيه، ما تصدقوا. طبعا راح نبلش أنا وياكم اليوم بإيش؟ طبعا بيقول الحصص عن الاقتران. اعتذرنا لأستاذ جميل، قلنا له يا عمي اسمع، ما شاء الله عنك أكيد في الرياضيات إنسان قامة علمية بكل التفاصيل اللي بتحكي فيها، بس يعني ما بتقدر تتميز عن محمود فرج بالرياضيات للأمانة تحديدا. يعني رياضيات العلمي خلص أكيد بده إيش؟ بده فلسفته يعني. طيب تفرج لي على الفلاسفة اللي هون. أول إشي بدنا ناخذ عن الاقتران. عن إيش بدنا ناخذ؟ عن الاقتران. تمام؟ ماشي. حس في حد يقاطعني. انا بدي اقاطعك. ايش بدك؟ تفضل استاذ جميل. انت روحتني خلاص. ما هو خلص انا بدي اشرح الرياضيات. خلص انا هون انا احتليت حبيبي، خلص رجاء اطلع يعني. هلا شوف، هلا الاقتران اهم اشي دائما تعرف الاقتران. روح طالع معه. الاقتران دائما لازم تعرف قوة الداخل على قوة الخارج. ايوه ولا انجليزي. ايش طب هاي؟ كيف عرفت انه استاذ انجليزي؟ بلش بس ولا لي دخل بالرياضيات. مبدئيا استاذ محمود ملك الانجليزي، هذا اولا. والله ثانيا والاهم، لا نعلو على الشخص هذا الرائع جدا بجوده ما شاء الله. اخذ الاستوديو مني، فانا مسامحه دنيا واخره مبدئيا. خلص سامحني عن الهبد اللي هبته. مش مشكله، عادي طبيعي. تعود علي. خلص بالضبط. برياضيات شوف مع استاذ جميل كان بده يروحني. حلو والله حاول يعني، بس تمام. ما قدرت. لا قدرت، بس لحقت انا قبل ما تعرف شو الاختلاف بيني وبينك؟ امرني. انت شخص بتخلي الطالب يجيب 200، طيب وانا شخص بخلي الطالب يجيب سالب 200. يعني لا بس الفرق الموجب بالرياضيات قصدك؟ بالرياضيات انت بتخليه يجيب 200 انا سالب 200. انا بالانجليزي بجيب له سالب 200. ايوه والعاب. شكرا بارك الله فيك. الملعب لاستاذ جميل. والله يا جميل بعلمه صراحه. اذا بدك تعرف نطق الكلمات منيح، سيبك من الانجليزي كله، خلي الانجليزي كله على جنب. ماده الايش؟ ماده التوجيه كلها خليها على جنب. أكيد. تمام. بدك تعرف كيف تنطق الكلمات، تفضل. والله تفضل والله يا استاذ جميل اني اخجلتني والله العظيم بكلماتك. الله يبارك قلبك حبيب قلبي. المبدع في الرياضيات العلمي، وهاي اقسم بالله شهاده قليله دائما يعني، بالعكس ما شاء الله عنه يعني. يسعد قلبك حبيبي استاذ جميل، نورتنا سيدي. يسعد قلبك. الله يبارك فيك. اعتقد فيش بدايه حصه احسن من هيك يعني. هاي احسن بدايه حصه ممكن تشوف فيها احسن شخص في التاريخ. استاذ محمود فرج احسن استاذ انجليزي في تاريخ البشريه، لم يمر على البشريه نفسه. استاذ جميل بدي اعطيك قلبي، بدي اعطيك ازت لك قلبي. ها والله بستغنيش عنك انا. سعد قلبك يا زلمه. انت اسمك القلب. الله يبارك فيك، الله يرضى عنك. شكرا لك يا سيدي. هيو مع ابراهيم المايك. ابراهيم له ساعه بتخبى ورا الكاميرا. مش ابراهيم. راس لي ساعه بخربط بين ابراهيم. نورتنا سيدي. 100 اهلا وسهلا. طب طل عليهم بطلتك البهيه. طل عليهم خلص. انا اسف. سامحني. فراس النجداوي، سيد من منتج في العالم العربي كله. والله اليوم انا نازل امدح في الكل، ما خليتش حدا. ابصر شو بدك. لا منتج لي الريل. ظبط لي اياها حبيبي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله ومرسليه محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إخواني الله يعطيكم العافية. اليوم بدنا نكمل بشرح الفصل الأول، واليوم بدنا نوصل عند الاقتران. شرفنا أستاذ محمود فرج طبعا، وصراحة لولا إني مش متأخر بالمواصلات كان أخذ الحصة كاملة وكان شرح منيح صراحة. طيب شو هو الاقتران؟ احنا متذكرين الاقتران بدورة التأسيس سميناه التكسي اللئيم يا وحش الوحوش. والتكسي هذا صديقي ببساطة البساطة بنقل العناصر من X إلى Y. تمام؟ وحكينا كيف بدنا ننقله. وعشان أذكرك كنت أحكي لك وصي التكسي اللي هو الاقتران، اقعد على الكرسي وروح لواي. تمام؟ يعني بدي أعلمك اليوم كيف تعوض بالاقترانات، وكيف تعرف قيم X كيف إيش تعويضها بالاقترانات. تمام؟ عن طريق الرسم. فبدي أخليك تعرف كيف تجيب صورة X عن طريق التعويض، وكيف تجيب صورة X عن طريق يا سلام عليك الرسم. هذا دوري اليوم.
تمام. إذا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لك الاقتران اللي سميته التكسي هو علاقة تربط عنصر واحد في المجال بعنصر واحد في المدى. وأنا متفق معك يا وحش الوحوش، المجال هو عناصر X، والمدى هو إيش؟ عناصر Y. جميل جدا، حط هذه عندك ملاحظة، عناصر X هو المجال، عناصر Y هي المدى. طبعا عشان نكون متفقين، عناصر X أو المجال هو عناصر X التي نستطيع تعويضها داخل الاقتران. بعض الأحيان وبعض قيم X ببعض الاقترانات ما بقدر أعوضها، وهذا ذكرناه برضو بدورة التأسيس، يعني إحنا لسه بنلعب بمجال التأسيس. تمام. المدى هي كل قيم Y الناتجة عن تعويض قيم X داخل الاقتران. يا سلام يا سلام يا سلام سلم. طيب بيقول لك يرمز للاقتران بإف الإكس. جميل جدا. كنت أقول لك هذا التكسي، ولتعويض قيم X نضع الرقم بدل كل X داخل الاقتران. إذا ببساطة بدي أعوض أي رقم، تمام، أي قيمة لإكس، قال لي والله عوض الواحد، باجي بحط مكان كل إكس بالاقتران واحد. تمام. طب أستاذ بالنسبة للرسم كيف أعرف صور الإكس؟ تمام. هلا بقول لك شو يعني صور الإكس. بقول لك خليك معي، خليني أقول لك على السريع. طيب إذا كان اف الإكس بيساوي إكس زائد 3، جد كل مما يأتي. قال لك بدي اف السالب 2. شو يعني اف السالب 2؟ اف السالب 2 إلها إيش؟ معنى واحد، ولكن يكتب بأكثر من طريقة بالرياضيات. اف السالب 2 يعني إيش؟ عوضها، انتبه، عوض سالب 2 داخل إيش؟ الاقتران. يعني ببساطة كأنه بيجي بيقول لك اف السالب 2 يعني عوض السالب 2 مكان كل اكس داخل الاقتران. جميل جدا. ممكن يحكي لك بنفس الوقت جد صورة، بلاش نكتبها هون، جد صورة الاكس تساوي 2 او اكس تساوي سالب 2 عفوا. فجد صورة اكس بتساوي سالب 2، معنى هذا الحكي يا صديقي العزيز اني بدي اعوض السالب 2 داخل الاقتران، تعويض السالب 2 اللي بيطلع معي هو عبارة عن صورة السالب 2. تمام. خليني اقول لك مثلا، جيت قلت لك بدي اف السالب 2 يعني بدي اعوض انا السالب 2، تمام، داخل الاقتران. فباجي بحكي مكان كل اكس بالاقتران بدي احط سالب 2، فهي سالب 2 زائد 3 شو بتساوي؟ سالب 2 زائد 3 1. كيف استاذ؟ كيف ذكرني على السريع. عليك دين ليرتين، دفعت 3 ليرات، قديش ايش معك هلا رصيد؟ دينار واحد. تمام. طب استاذ ممكن اصيغ لك السؤال بطريقه اخرى، بقول لك جد صوره السالب 2 او جد صوره الاكس بتساوي سالب 2، نفس الاشي ما بفرق. تمام. كيف يعني كيف احله؟ بقول لك نفس الاشي، جد الصوره نفسها كانه بقول لك اف السالب 2 نفسها عوض ايش؟ عوض السالب 2، نفس الاشي بالضبط. تمام. جد الصورة يعني روح حط السالب 2 محل كل اكس بهذا الاقتران بكل هذه البساطة. طيب أستاذ نأخذ مثال آخر، نفس المثال بس أفرع أخرى موجودة بإيش؟ بالدوسية. اف الاكس بتساوي اكس زائد 3، جد لي ايش؟ اف الأربعة. يعني شو بدي؟ صورة الأربعة. يعني شو يعني؟ بدي أعوض الأربعة. عوض لي الأربعة محل كل اكس، يعني 4 زائد 3 على السريع بتساوي 7. شوف غيرت صيغة السؤال، صارت جد صورة ايش؟ الاكس بتساوي 1. سلام سلم، أنا بلعب لسه بمحلي بالاقترانات. جد صورة اكس بتساوي 1 يعني عوض الواحد، يعني بدي اف الواحد. اف الواحد يعني عوض الواحد. لما اقول لك اف الواحد يعني عوض الواحد داخل الاقتران. عوض الواحد يا وحش الوحوش، 1 زائد 3 4 على السريع. طيب استاذ بيقول لك اذا كان اف الاكس بيساوي اكس تربيع ناقص 7، فجد جد اف السالب 4. اف السالب 4. شنو اف السالب 4؟ يعني يا وحش الوحوش ضع محل كل اكس سالب 4 او جد صورة السالب 4. نفس السؤال. شوف بكرر لك صيغة السؤال مع كل فرع بحكي. ليش؟ لاني انا بدي اياك ما تنسى صيغ الاسئلة عشان تعرف تحل داخل ايش؟ داخل الامتحان. لانه ببساطة يا صديقي العزيز هذه اساسات. تخيل انك تنسى الاساسات
ما بسمح لك ابدا. بركز عليها منيح عشان ما تنساها، لانه ما بعرف شو يعني اف السالب 4، مصيبه كبرى داخل الامتحان. اساسات هاي صفوف دنيا. تمام. نكمل يا وحش الوحوش. اف السالب 4، يلا روح حطها مكان كل اكس. انتبه، سالب 4 تربيع، بحطها بمسك الاكس وبقولها تعالي سالب 4، سلام سلم. سالب 7، يا سلام. طيب سالب 4 تربيع يعني سالب 4 في سالب 4 16، يا سلام. ناقص 7 شو بتساوي يا أستاذ؟ شو بتحكي 16 ناقص 7 على السريع 9. رايق جدا. اف الكي. شو اف الكي؟ شو صورة الكي؟ كأني باجي بقول لك حط محل كل اكس هالمرة كي. أستاذ لو قلت لك بدي اف البطيخة، تيجي بتحكي لي بطيخة تربيع ناقص 7، عادي عوض. تمام؟ اف الكي بتساوي كي تربيع ناقص 7. روقان الوضع. انت شايف اشي صعب؟ والله انا شايف الامر روقان عادي. شو ما اقول لك اف الكذا، تحط الكذا هنا محل كل اكس بالاقتران وتعوض بس. اف الواحد أستاذ، اف الواحد حط الايش؟ واحد محل كل اكس، 1 تربيع ناقص 7، يعني هي نفسها 1 ناقص 7 سالب 6. موضوع تافه جدا. اذا خليني ايش؟ قبل ما انتقل للسؤال اللي بعده اقول لك ايش؟ شو حكينا؟ الاقتران هو علاقة تربط، ايوه يا سلام عليك، كل ايش؟ كل عنصر في المجال بعنصر واحد من المدى فقط. طب شو المجال؟ هي كل قيم اكس اللي بقدر اعوضها داخل الاقتران. شو المدى؟ يا سلام عليك، هي قيم واي الناتجة عن تعويض ايش؟ قيم اكس التي استطعت تعويضها داخل الاقتران. هوبا وبطتكو، يا سلام. طيب أستاذ شو يعني اف الواحد؟ اف الواحد شو يعني؟ يعني يا أستاذ عوض الواحد مكان كل اكس، حط الواحد مكان كل اكس بالاقتران. وبصيغة أخرى للسؤال، جد صورة الاكس بتساوي 1. إذا ايش؟ في أكثر من طريقة لصياغة السؤال، أنا علي أعرفك عليهم. يا سلام. خلصت السؤال، نروح على اللي بعده. شوف هذا السؤال خطير، ولأول وهلة بتفكر إني حاطه خطأ. هو فعلا السؤال خاطئ، ولكن أنا غلطان فيه بالعمدن. ليش؟ عشان أعلمك إشي. نحكي بسم الله. بيقول لك إذا كان جي الإكس بيساوي 3x على إكس تربيع ناقص 1 جد جي الواحد. صلي على رسول الله. وقف نص دقيقة وحل لي اياه وشوف لي الجواب. هل هو منطقي ولا مش منطقي؟ اماني نفسي تحكي لي منطقي ولا مش منطقي الجواب. بتحكي لي استاذ وقف. هي وقف نعتبر انك وقفت. تمام، يلا نكمل. هتحكي لي مش منطقي استاذ الجواب. ليش؟ لانه تعال نجيب الجواب. جي الواحد بتساوي 3. هاي حطيت الواحد مكان كل اكس هنا وهنا. تمام، فبتيجي بتحكي لي 3 في 1 3 على اكس تربيع اللي هي 1 تربيع 1 ناقص 1. طيب 3 على، دائما بوقع القلم بس بنلحقه على السريع. تمام، على السريع زي سبايدر مان. 1 ناقص 1 0. اوبا، هل يعقل في قيمة معرفة قيمة معرفة بتعطيني عدد على 0؟ بقول لك لا. إذا هي إيش؟ غير معرفة هاي. فأصلا أستاذ أنا ما بصح لي أقول لك جد جي الواحد. بتقول لي ليش؟ بقول لك أي قيمة إكس بتخليني انتبه أي قيمة إكس بتخليني بعد تعويضها أجد شيء غير معرف، معنى هذا الحكي إني أنا ما بصحليش أسأل عنها أصلا، ولو سألت عنها بكون غلطان. ليش؟ لأنها غير معرفة بستطيعش تعويضها. هي ليست ضمن قيم إكس التي أستطيع تعويضها. إذن هي ليست بالمجال. مش حكينا المجال هو قيم إكس التي أستطيع تعويضها. إذن هي ليست ضمن المجال يا صديقي العزيز. إذن إيش؟ إكس تساوي 1 ليست ليست من المجال. بتقول لي أستاذ ليش من المجال؟ لأنه جعلت لي المقام 0. وارجع لحصة التأسيس. شوف شو بقول لك، إذا مش فاهم شو حكيت ارجع لحصة التأسيس اللي حكينا فيها عن مجال أهم الاقترانات. بقول لك هذا بنسميه كنا الاقتران النسبي، لأنه عبارة عن إيش؟ بسط على مقام. تمام،
الاقتران النسبي بسط على مقام، ممنوع المقام يطلع صفر. ليش؟ لأنه يا صديقي العزيز ما في إشي اسمه بالرياضيات عدد على صفر، لأنها قيمة غير معرفة، وأي قيمة إكس بعوضها بتعطيني قيمة غير معرفة. يعني هذا الكلام أنها ليست من قيم إكس التي أستطيع تعويضها، إذن هي ليست من إيش؟ من المجال. يا سلام عليك، بشكر معاليك. تمام؟ طيب اللي بعده أستاذ رسم، جاب لك رسم وطلب منك اف الواحد، اف السالب واحد ونص، اف الاثنين، اف الصفر، اف السالب اثنين. سلام سلم. أستاذ سؤالي الخطير، كيف بدي أجد اف الواحد وانت مش معطيني اقتران له قاعدة زي اللي قبل شوي؟ مثلا اف الاكس بتساوي اكس تربيع ناقص 7، هذه قاعدة الاقتران كنت أعوض فيها وخلص. بقول لك نعم أنا مو معطيك قاعدة اقتران، ولكن لحسن حظك معطيك رسمة هذا الاقتران اللي هنا أنا لا أدري ما هو، أنا ما بعرف شو هذا الاقتران. تمام؟ ولكن أنا معطيك رسمته، فوجب عليك من الرسمة تجد صور هذه إيش؟ صور هذه النقاط اللي هي واحد، سالب واحد ونص، اثنين وصفر وسالب اثنين. طب أستاذ ليش سميناها صور؟ الآن أتى الوقت اللي أحكي لك أستاذ لماذا سميت بالصور. ليش سميت بالصور؟ لأني أنا فعلا كل اقتران بحياتي أستطيع تصويره على شكل رسمي، فأنا فعلا صورته. تمام؟ اللي بيفهم بالعربي التصوير هو إيش؟ رسم الأمر. تمام؟ فشو أنا قدرت أصوره. حلو، كلام سليم جدا. فأنا إيش بدي؟ صورة الواحد كيف أجدها؟ مبدئيا إحنا متفقين هون أنا عندي إيش؟ محور إكس، وهنا محور واي، أو بتقدر تحكي هذا نفسها إف الإكس. تمام؟ واي نفسها اف الاكس، احنا ماخذينها بالاقترانات، واي نفسها اف الاكس. جميل جدا استاذ. ايش اف الواحد؟ يعني الواحد بالرسم كم اخذت ايش؟ ايش قيمتها بالرسم؟ بقول بسيطة، باجي على الواحد بالاكسات، ما هو معطيني ايش؟ قيمة اكس هي واحد، فباجي على الواحد بالاكسات وبطلع على الرسم وبشوف وين هي موجودة بواي. بتطلع استاذ، بتطلع برواق، بحكي أنا الواحد صورة الواحد صورت بالواي وين؟ صورت يا صديقي العزيز بين 2 والثلاث، وبين 2 والثلاث شوفي بين 2 والثلاث بالنص، يعني بالنص بالضبط جاي هيك. تمام؟ في الاثنين ونص يا وحش ايش؟ الوحوش. يا سلام عليك. إذا صورة الواحد 2 ونص. أمر تافه جدا، سهل جدا. طيب قلت لك بدي اف السالب واحد ونص. اف السالب واحد ونص يعني هون معطيك هو قيمة اكس السالب واحد ونص. يا سلام سلم، شغل نظيف عالي جدا استاذ. يعني انا لهلا بلعب ايش؟ بمنطقة اسطورية. طيب وين السالب واحد ونص؟ هي السالب واحد، وبين السالب واحد والسالب اثنين في السالب واحد وايش؟ ونص. اذا هي موجودة هون، فبطلع بشوف صورتها على قيم واي. تمام؟ واي وين موجودة؟ عند الواحد. إذن اف السالب واحد ونص هي الواحد. باجي بكتب له إياها، بقول له هي الواحد. طيب اف الاثنين معطيني قيمة اكس هي 2، فباجي بتطلع. خليني أرفع لك الخط شوي بالله عليك عشان تتفرج معي بتمعن. طلع عندك عدوسية وبدي تعمل لي إيش؟ زوم لمخك، وبدي تعمل لي زوم بعينيك على الصورة. تمام؟ بتطلع بلاقي اني انا لما بدي اطلع بالاثنين، هي طلعت، شوف بعرفش اذا مبين عندك، بس اذا طلعت انا ما بواجه اي اشي، يعني ما بصطدم باي رسمة. طب اذا ما اصطدمت باي رسمة لا فوق ولا تحت، شو المحل؟ بقول لك ممتاز. اذا هي يا صديقي العزيز للأسف غير معرفة. ليش؟ لأنها لم تصور وملهاش صورة. شوف هنا في تريك خفيفة بالسؤال. ايش هي استاذ؟ أنا مقرب لك إياهن على قد ما أقدر، يعني الخط هذا مقرب لك إياه، والدائرة هاي مقرب لك إياها، يخيل لك إنه إيش يا وحش الوحوش؟ أيوة أستاذ بالضبط، إنها إلها صورة. لكن بالواقع لما أنا أجي أطلع أو أنزل أنا ما بصطدم بأي رسمة على الواي، فإذا هي غير معرفة لأنها لم تصور. وصلت الفكرة؟ فببساطة للأسف اف الاثنين غير معرفة، أنا ما بصح لي أسألك عنها أصلا. تمام؟ بكل هاي البساطة. طيب روح على اللي بعده، اف الصفر. هاي الصفر
والصفر فعلا الاقتران مار فيها، اذا اف الصفر صفر برضه. تمام، اف الصفر صفر. طب اف السالب 2، هاي السالب 2 لاحظ طبعا هاي محلولة عندك عدوسية بطريقة أخرى، تمام، اللي هي طريقة طبعا حل خاطئ، خربطة بين 2 والسالب 2. تمام، فدير بالك هذه حل خاطئ. اف السالب 2 بس اطلع لفوق بصطدم بهاي النقطة. تمام، وانا بس اصطدم بهاي النقطة برجع لوين؟ لمحور واي عشان اعرف ايش؟ اعرف يا صديقي العزيز حلها. فببساطة هاي سالب 2 وايش هون عندي على الواي نص. ايوه، وضعك روقان، وضعك روقان. طيب أستاذ، حاب تحكي لي كمان إشي؟ حاب أحكي لك آخر ملاحظة للعلم بس أستاذ، للعلم، أي قيمة إكس مع صورتها تنتج ما يسمى بالزوج المرتب. يعني مثلا هذا الزوج المرتب هو 1 و2.5. تمام، وهاي قيمة إكس وهاي قيمة واي. دايما هيك بيكون، أي قيمة إكس مع صورتها تنتج لنا ما يسمى بالزوج المرتب. والزوج المرتب إكس واي هذا أول مسقط منه أنا بسميه مسقط، أو ممكن أحكي أول إحداثي منه هو إحداثي إكس، وثاني إحداثي منه وهو إحداثي واي. هنا قيمة إكس وهنا قيمة واي. أمورك علمية 100%. تمام، أسطوري. هل إلها اسم ثاني غير الزوج المرتب؟ نعم، نعم، كمان بسموها نقطة. وأذكرك لما رسمنا الاقترانات في التأسيس كنا نحكي النقطة 1 و2.5 هي 1 على إكس، وبدي أطلع على 2.5 على واي. تمام، وبدي آجي ركز، بدي آجي احطها نقطة، وكنت احط مجموعة نقاط واوصل بيناتهم. عشان هيك اي زوج مرتب اكس واي هو عبارة عن نقطة على الرسم. فلا تخاف لو قال لك نقطة او زوج مرتب، السيم، هي نفس الاشي. تمام استاذ، بكل هذه البساطة اذا عرفت كيف اطلع من الرسم صور ايش؟ صور قيم اكس. تمام، طيب جميل جدا. استاذ ملهاش صورة، مش موجودة، هي غير معرفة. كل هاي البساطة. طيب أستاذ، بس هذا اللي كنت بدك تحكي لي إياه لهلا بالاقترانات؟ لاحظ إنه نعم هذا اللي بدي أحكي لك إياه عشان نبلش بالاتصال. خليك معي يا وحش الوحوش، ثواني وراجع لك. طيب أستاذ، نروح على الاتصال. خلصنا من أول موضوع اللي هو الاقتران، عرفنا كيف نعوض فيه، عرفنا كيف نجد الصور عن طريق الرسم، أمورنا 100%. عرفنا شو يعني غير معرف عن طريق إذا كان عندي قاعدة أو كان عندي رسم بعرف كيف إذا كانت إيش قيمة إكس هذه غير معرفة على إيش؟ على هذا الاقتران. يعني ببساطة غير موجودة في إيش؟ في المجال تاعي، واللي هي قيمة إكس التي أستطيع تعويضها داخل الاقتران. جميل جدا. هلا بدي إيش؟ انتقل لصلب المادة. خلاص يكفي ذلك، حمينا روقنا امورنا لوز، ننتقل لصلب المادة. شو يعني صلب المادة؟ يعني نبلش بالمادة جد الجد يا صديقي العزيز. طيب استاذ، اول شيء لازم تعرفوا بالمادة تعريف الاتصال. شو يعني الاتصال؟ طيب الاتصال عند نقطة والكتاب مو طالب منك غير على الرسم، فلازم تعرف متى يكون الاقتران متصل عند ايش؟ في الرسم، عفوا عند نقطة في الرسم. طيب بقول لك يكون الاقتران متصل عند كل النقاط في الحياة. كل قيم اكس متصل بيكون عندها، عدا حالتين. لقيت اشي اسمه حلقات وشيء اسمه قفزات، وهلا بقول لك كيف بيكونوا بالرسم. خليني اورجيك كيف بتكون الحلقة. لنفترض ان انا عندي هاي الرسمة، رسمة عشوائية هلا خطرت ببالي رسمتها، اجى على بالي ارسمها، ما حدش له عندي. طيب ولقيت بهاي الرسمة اللطيفة الخفيفة بنت العالم والناس هاي الدائرة اللي عاملة زي الرنج، حلقة هيك. فبعرف لنفترض انه هاي الدائرة موجود
موجودة عند x بتساوي 2. فبعرف هنا انه الاقتران غير متصل عند x بتساوي 2، لانه يا صديقي العزيز عند x بتساوي 2 على الرسم وجدت ما يسمى بالحلقة. الحلقة هاي طبعا ايش؟ بتكون فراغ بس شو؟ ملتحمة مع الاقتران من يمينها ويسارها، يعني بلاحظ انها ملتحمة ايش؟ مع الاقتران من يمينها ويسارها، وهنا ما بيكون الاقتران متصل. اذا اول حالة الحلقات، حلقة رينج، تمام؟ هيك شكلها دائرة بتكون داخل ايش؟ داخل الاقتران. الحالة الثانية استاذ ما يسمى بالقفزات، الاقتران بتلاقيه انمزع عن نفسه وقفز. خليني اعطيك ايش؟ مثال كمان. انا افترض هيك بيكون شكلها بالعادة. مثلا هي اقتران، تمام؟ بتلاقي انه ايش؟ الاقتران ما كمل، ما ظل متصل هيك، تمام؟ ما كمل نزل، لا، بتلاقيه مثلا قفز قفزة هيك وكمل بطريقة أخرى. فبلاحظ إنه هنا في عندي فراغ، شايفه؟ هذا الفراغ، شايفه؟ هذا الفراغ أنا بسميه قفزة، وعند هاي القفزة يا أستاذي، تمام؟ عند هاي القفزة لنفترض إنه هنا عندي أنا الأربعة مثلا. الأربعة غير متصل عندها الاقتران، ليش؟ لوجود قفزة، تمام؟ فببساطة هون الاقتران ما بيكون متصل لأنه أنا عندي قفزة. إذن حالتين، القفزات والحلقات، وجيد على نفس القافية، حلقات قفزات، تمام؟ يعني بدي أرسم لك إياها هيك وهيك، بتلاقي في قفزة عند نقطة معينة على محور X، وبيكون عندي الإكس بتساوي 4 غير متصل. إذا عندي الحلقات والقفزات الاقتران غير متصل. هلا بقدر أقول لك اذهب إلى، يا سلام، الأمثلة. طيب أستاذ، السؤال عندك بقول لك جد نقاط عدم الاتصال ايش في كل من الاقترانات الآتية. طيب أستاذ، نقول بسم الله، نغير اللون ولا خلينا على نفس اللون؟ ولا لا نغيره عشان بدنا نرسم على ايش؟ على الرسمة. طب أستاذ، نقاط عدم الاتصال عشان أذكرك على السريع، حلقة يعني حلقات، أو ايش؟ قفزة، يعني يا حلقات يا قفزات مبدئيا عشان نكون متفقين، اموري لوز لهلا. طب استاذ، بتطلع بدور انا نقاط عدم الاتصال، يا بدور على حلقه يا قفزه. بلاحظ انه ما في قفزه بس في حلقات، في الحلقه هاي وفي الحلقه هاي. طب استاذ، هاي وين بمحور اكس؟ هاي عند الواحد، بلاحظ انه ايش؟ عند الواحد، وهاي عند الاربعه. اذا بلاحظ انه الاقتران، هيك بحكي له، بروح بقول له الاقتران غير متصل، يا سلام، عند x بتساوي 1 و x بتساوي 4. إذا إيش نقاط عدم الاتصال هنا؟ x بتساوي 1 و x بتساوي 4 بكل هذه البساطة يا صديقي العزيز. أو تقدر تكتب لي إياها برمز المجموعة. هاي رمز المجموعة طبعا بتعرفوا، هاي لما بدي أكتب نقاط متفرقة حكيت لكم بستعمل إيش؟ المجموعة. إذا إيش؟ غير متصل عند الواحد والأربعة، هيك يا هاي الطريقة يا هاي الطريقة، انت براحتك، ولكن الاقتران غير متصل بالحالتين بعرف انه عندي الواحد وعندي الأربعة. مش تروح تكتب له هيك 1 و4، دير بالك هاي فترة بتطلع من 1 ل4، كأنك بتقول له الاقتران متصل من الواحد لل4 غير متصل، فلا دير بالك هاي فترة. هاي الإشارة هي إشارة إيش؟ المجموعة اللي بتحمل لي شغلات متفرقة. أما الفترة لا، بتقولك من 1 إلى 4، فشملت كل النقاط الموجودة بين الواحد والأربعة. أما هاي لا، بتقولك بس الواحد والأربعة عندها الاقتران غير متصل، فكون داير بالك. نيجي على هون مثلا، برضو أنا بدور على إيش؟ بدور على حلقات وقفزات. يلا، هل هون في حلقات؟ نعم، في هاي الحلقة وفي هاي الحلقة. وما تبي كمان مسلسل؟ ما بنعرف، نكمل. طيب، هاي الحلقة عند -5 وهاي الحلقة عند 2. إذن الاقتران غير متصل. وين؟ غير متصل يا وحش الوحوش، عندها الاقتران غير متصل عند كل من إيش؟ x بتساوي -5
وكمان اكس بتساوي 2. او بقدر اقول له عند السالب 5 وال2 وبحطها داخل رمز المجموعة، بما اني بدي ايش؟ بدي اوصف نقاط متفرقة مش فترات. تمام؟ فدير بالك هذا رمز المجموعة. بدي اعلمك كيف ترسم على السريع. بتيجي بتعمل هيك، تمام، زي الاس الممطوطة، وبعدين باجي بمسك هيك وهيك. هي رمز المجموعة طلع معي بكل بساطة، عشان في منكم بقعد يخربط فيه هيك وبقعد يعمل فيه، يعني اشي غريب عجيب. تمام؟ فانا بعلمك اياه بطريقة سهلة جدا. اذا ايش؟ متى بيكون الاقتران غير متصل؟ هو متصل بكل مكان في الحياة ما عدا الحلقات والفجوات. الحلقات والفجوات. تمام؟ تمام يا أستاذ. طيب نذهب ايش؟ للي بعده يا وحش الوحوش. طيب يا وحش الوحوش نيجي على ايش؟ هذولا الرسمتين. طيب على السريع أستاذ، على السريع، وين نقاط عدم الاتصال؟ بدي اكتب اول شيء، بلاش، بدي اكتب الاقتران. الاقتران، يا سلام، غير متصل عند، هلا بدي ادور على شو؟ يا سلام، حلقات وفجوات. تمام؟ وقفزات، عفوا، حلقات وقفزات. شو فجوات؟ حلقات وقفزات. انا حكيت فجوات قبل مرة، ركزوا بالفيديو. حلقات وقفزات. طيب بدي ادور على حلقات. هي حلقة، هاي حلقتين، وهي 3. تمام؟ وهاي عبارة عن قفزة، فمش محتاج احكي انها ايش؟ حلقة. عيش، يلا هون في قفزة، فاموري لوز. اذا انا ايش؟ هاي في عندي حلقتين مبدئيا. طيب حلقتين يا وحش الوحوش. اذا ايش؟ الاقتران غير متصل عنده. اول شيء اكس بتساوي ايش؟ -2، هاي غير متصل عنده. واكس بتساوي ايش؟ عند الاكس بتساوي 1، برضو غير متصل. وعندي أستاذ بلاحظ وجود إيش؟ بلاحظ وجود قفزة هون، هاي القفزة، شايفها؟ بلاحظ وجودها عند الإيش؟ إكس بتساوي 4، فباجي بقول له كمان إيش؟ هون عند الإكس بتساوي 4 فيها وحش الوحوش قفزة. بكل هذه البساطة. إذن أمر بسيط خفيف لطيف. حلقات قفزات، حلقات قفزات. دور على حلقات زي هيك وقفزات. إذا أنا عندي حلقتين وقفزة هون. نيجي على السؤال اللي بعده، بدي أدور على الحلقات. هي عندي حلقة، تمام، دقيقة شوي، تمام، دقيقة بس بعد إذنك. نحول اللون، نصغر الخط. هي حلقة، هذول بتيجي عندهم قفزة، مش ضروري أذكرهم عليهم حلقات. وهي حلقة. إذا أنا عندي حلقتين. كم قفزة أستاذ؟ هي قفزة وهي قفزتين. إذا أنا عندي حلقتين وقفزتين. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ يا وحش الوحوش. يلا باجي بقول له الاقتران غير متصل عند، يلا من اليسار ببلش. شوف لاحظ هون انا مش جايب لك هون ارقام قيم اكس، باجي جاي قايل لك مثلا هي -7، حر انا، -7 مزاجي. فباجي بقول لك عادي عند اكس بتساوي -7 و اكس بتساوي -x3. ليش؟ في قفزة. واكس بتساوي x2، وكمان اكس بتساوي x4 لانه في عندي حلقة. تمام أستاذ؟ إذا إيش أنا بدور؟ عند إيش؟ نقاط عدم الاتصال. هي يا سلام عليك النقاط التي يكون عندها حلقة أو قفزة. فبدور على حلقات وقفزات. يا سلام عليك. غير ذلك أستاذ، غير ذلك ما بلزمني. غير ذلك بلاحظ إنه متصل، فبلاحظ إنه إيش؟ عند الصفر مثلا، ماشي عند الصفر، عند الإكس 1 هنا، عند الاكس 1 بلاحظ انه ايش؟ بلاحظ انه عند الاكس 1 الاقتران متصل. ليش؟ لانه لا في حلقة ولا في قفزة.
لا حلقات ولا قفزات، فببساطة هو متصل عند x1 بس عند x2 لا. ليش؟ في قفزة. بكل هاي البساطة أستاذ. يعني أنا حكيت لك عبلاطة متى الاقتران ما بيكون متصل، وضروري تعرف الاقتران متى ما بيكون متصل. ليش؟ لأنه حيفيدني بإيش؟ بموضوع جاي إن شاء الله اسمه الاشتقاق بإذن واحد أحد يا صديقي العزيز. حصتنا خلصت. طبعا الحصة الماضية والحصة هاي عبارة عن حصة واحدة يعتبروا، لازم تدرسهم منيح، لازم تركز فيهم منيح، عشان الحصة الجاي بإذن واحد أحد حناخذ الوحش. شو الوحش؟ الميل. والله أستاذ موضوع الميل موضوع مهم جدا، موضوع أسطوري جدا. تنساش طبعا بهذا الفيديو طلعت هون ايش؟ بطاقات هيك، هون بطاقات، وبعرفش وين طلع البطاقات، بس تطلع البطاقة اسلخها سكرين شوت تبعث اياها على الواتساب عشان ايش؟ تدخل السحب على البطاقة. خليني اعطيك واتسابي. تنساش طبعا تدخل الجروبات عشان يا صديقي العزيز ببساطة بسيطة لازم تتابعنا على الجروبات، لانه في عليها شغلات مهمة. ببعث التمارين هناك، ببعث كل الأخبار هناك، ببعث خططنا المستقبلية هناك، نصائح، فيديوهات مرتبة إلكم. فكل شيء موجود على الواتساب والتليجرام. هذا رقم الواتساب للي بده يسأل كمان أو اللي بده يدخل الجروبات. بتشرفوني يا حبايب قلبي. مبسوط اليوم طبعا بالحصة، حصة جد حلوة، مبسوط فيها خيرات الله ما بتصدق قديش. لأنه أستاذ محمود فرج كان معنا بأول حصة وهو بدأ الحصة، والزلمة هذا كل ما أشوفه بنبسط صراحة. يعني أنا ما بمدح فيه، بس هو إنسان بشوش جدا، فأنا كل ما بشوفه والله بنبسط من قلبي. وما بدي أذكركم، بدي تاخذوا بريك هلا خفيف لطيف. تمام؟ طبعا نتفق على بريك، شو رأيكم؟ خلينا نتفق على بريك. اللي جماعة اللي بيحضروا الحصة عبارة عن ساعة ونص، يعني بيجمعوا حصتين بحصة، بريككم نص ساعة. يلا عيشوا. جماعة اللي بيحضر لي الحصة الواحدة 45 دقيقة ولا حصة واحدة عبارة عن ساعة، بريكك يا حبي ربع ساعة لثلث ساعة. يلا عيش. ما بدي أضيق عليك، ما بدي أضيق عليك. احكي عني عاطل. طب أستاذ بعد البريك شو أسوي؟ جهز نفسك لتشرح الحصة لنفسك. وأقول لكم شغلة، أي حدا والله أي حدا بحب يشاركني شرحه ويجي يقول لي أستاذ أنا بدي أشرح زيك، تعال أنا بدي أشرح زيك، وصورت على ورقة وجاء على بالي أشاركك الشرح، ممكن أشاركك إياه وتحطه مثلا ستوري، تحطه إشي وأقول لك حاضر، وكل فخر. والله لما أنت تيجي تحكي لي أنا بدي أشرح شغلة، أنا كل فخر إنك بدك تشرح شغلة بعد ما شرحت لك إياها، فابعث لي إياها وبدنا نحطها واتساب وأنا جاهز. تمام؟ هيك بقول لك الله يعطيك ألف 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 عافية. وبدي أحكي شغلة سريعة إخواني. لا تفكر التوجيهي جميل جدا وسهل جدا، لا، بس أنت بتقدر تسهله عن طريق إنك تتابع أول بأول. التراكم دايما بصعب التوجيهي، التراكم دايما يفسد متعة التوجيهي، يفسد كل ما إيش؟ كل الحماس اللي عندك بطفي إذا راكمت. فرجاء رجاء رجاء، ورجائي الحار إلكم كلياتكم طلابي وكل حدا بيشوفني حبايبي، والله التراكم قاتل. التراكم قاتل للدراسة وقاتل لنفسيتك، لأنك تتعقد ووالله إنك ما راح تتحرك سنتي. أقول لك ليش. شوف، في بعض الطلاب بتراكم عليه حصص، بتراكم عليه مواد، بتراكم عليه مراجعات، ما بيواجه. لنفترض انه تراكم عليه 5 حصص، ما بيروح بدرسهم، بيوقف مكانه وبيقولك انا ما بقدر اعملها. لا، فبيصيروا ايش بعدين؟ 6 و7 و8 و9 و10 وكل المادة، وبروح على الوزاري. للأسف بحبش أحكي هاي الكلمة ولا بحب أذكرها بحصصي، لأن دائما بحب أذكر بحصصي فال الخير، يعني علامة كاملة 200 من 200، دائما بحب أذكرها بحصصي. بس إخواني أقسم بالله العظيم اللي براكم برسب، وإذا جاب علامة ولحق حاله ما حيجيب توب علامة إلا بحالات أقول لك نادرة جدا، وإنت
لا تحتمل انك تكون منهم، ولا تعطي المجال انك تكون من الحالات النادرة اللي راكمت وممكن جابت علامة، لانك ما بتعرف نفسك لسه. وانا بقول لك لا تراكم رجاء، واذا حصل معك ظرف وراكمت انتبه، لا توقف مكانك، واجه هاي السنة بكل قوتك وبكل عزيمتك. التراكم مش اشي صعب، تمام، ومش اشي سهل. بالحالتين صعب علي ما بيواجه، وسهل بإذن الله علي بيواجه. لكن لا تراكم إلا إذا كان في ظرف من الشديد القوي. بتمنى لكم دائما الصحة والسلامة والعافية يا رب إلكم ولكل أهاليكم، وسنة جميلة 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 عليكم إن شاء الله. محبكم والداعي لكم دائما بالتوفيق والنجاح، ودائما بحب أكون معكم 24 ساعة. والله مسخر كل حياتي لخدمتكم. بالنهاية بحكي لكم زي كل حصة بريك واشرح لنفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منصة الماهر، يحق لك أن ترتقي.